الفيديو ده ليك. الفيديو ده أنا هاقول لك إزاي قدرت أحقق أكتر من 3 مشاريع على موقع مستقل بتقييم 5 نجوم، وبتقييمات كويسة جدًا من العملاء مختلفين من بلاد مختلفة، وييجي لي أكتر من 100 invitation على مشاريع مختلفة زي ما أنتم شايفين كده هنا دعوات عمل، يعني الشخص هو اللي بيقترح عليَّ إن هو عايزني أشتغل معاه. تمام، أكتر من 100 invitation فعليًا جُه لي من مشاريع مختلفة. فلو مهتم تعمل حاجة زي كده وتحقق فلوس وأرباح على موقع مستقل وهو أكبر بلاتفورم عربية للفريلانسنج، فكمل معايا الفيديو للآخر. طيب إيه هو مستقل؟ زي ما قلت هو موقع بينزل عليه أصحاب المشاريع، واحد عنده مشروع بينزل عليه البروجكت بتاعه، مثلا خلينا نعمل تصفح المشاريع، واحد عايز حد يساعده في إنشاء موقع ووردبريس. تمام، وأنت بتخش بتحط الأوفر بتاعك، بتحط عرض العمل، بتحط البروبوزل. تمام، فدي الفكرة باختصار من الموقع الخاص بالمستقل. طيب خلّيني أورّي لك أهم الsections في الweb site مع شرح كده بسيط لكل section. فوالله أضف مشروع دي لو أنت هتضيف مشروع، لو أنت صاحب مشروع وعايز الناس هي اللي تقدّم عندك، ولكن أنا دلوقتي باتكلم إن أنت الfreelancer أصلًا. تمام، فهتيجي على تصفح المشاريع هتلاقي زي ما أنت شايف كده عندك أكتر من مشاريع مختلفة. عندك هنا الfilters دي تقدر تفلتر بيها، مثلًا أختار programming، أختار من هنا مدة التسليم، المهارات، عندك الbudget كمان لو عايز تحددها. تمام، طيب لو مثلًا هاقدّم على الproject ده فبتخش هنا بتلاقي عندك تاريخ النشر لسه نازل من 6 دقايق، الميزانية من 25 ل$50، مدة التنفيذ. تمام، هنا بييجي لك شوية بيانات على صاحب المشروع أو الemployer ده، تقدر تحدد منها إذا كان هو حد كويس والّا لأ. فأنت والله بتحط الproposal بتاعك هنا، دي تفاصيل المشروع طبعًا، تحط الproposal بتاعك تقول له أنا هاسلمه لك في 7 أيام مثلًا ب$200 مثلًا. تمام، طيب طبعًا المستقل بياخد 10% أو 15% خلّينا نقول من الbudget، فأنت لو حاطط عرض ب$200 أنت فعليًا هتاخد 170 بس. تمام، هتحط هنا تفصيل العرض، هاتكلم معاكم فيها في آخر الفيديو إزاي تحط عرض قوي يخلّي فعلًا الراجل يرد عليك أنت ما بين كل الfreelancers التانيين. كمّل معايا الفيديو للآخر هاتكلم في النقطة دي. حُط هنا ملفات لو عايز ترفع مثلًا صور أو project معيّن أو كده وتعمل أضف عرضك. تمام، في حد هنا ضايف العرض بتاعه أهو. طيب فدي الفكرة باختصار من تصفح المشاريع، بتشوف المشاريع المناسبة معاك وبتخش تقدّم عليها. خلّي بالك إن أنت معاك 10 عروض بس كل شهر، ممكن تشتري بفلوس لو عايز تزوّد الproposals، لو عايز تقدّم أكتر من 10 فتقدر إنك تشتري عروض. طيب عروضي والله دي العروض اللي أنا قدّمت عليها قبل كده، دي الproposals اللي أنا كتبتها قبل كده. تمام، أعمالي هي معرض الأعمال بتاعي أو الportfolio بتاعي على الموقع، بيسمح لك تحط 5 مشاريع بشكل مجاني، لو عايز تزوّد عن 5 بتبدأ إنك تدفع برضه. فأنا والله ضايف تعمل أضف عمل من هنا وتضيف الprojects بتاعتك بالشكل ده، تحط لها thumbnail وتحط لها description كويس وشوية صور خاصة بيها. تمام، والlink بتاعها والمهارات اللي أنت استخدمتها، تاريخ الإضافة والdata دي كلّها. ده عدد المشاهدات، يعني في 25 employer شاف بالفعل الproject ده، الpage اللي إحنا فيها دي. تمام، فده الportfolio بتاعك مهم جدًا إنك تcreate وأنت بتcreate الaccount بتاعك أصلًا. تمام، طيب التقييمات خلاص دي التقييمات اللي أنا واخدها على المشاريع بتاعتي، والله واخد تقييمين، كمان المشاريع 100%. تمام، سرعة الرد دي السرعة اللي أنت بترد بيها على أول message بييجي لك من المستقل، أو خلّينا نقول من صاحب العمل. تمام، طيب ودي التقييمات تقدر طبعًا إنك تشاركها بالشكل ده على LinkedIn أو غيره. تمام، الملف الشخصي بتضيف هنا الsummary بتاعك، بتضيف الكلام اللي عنك، بتضيف المهارات بتاعتك. خلاص اتكلمنا عن معرض الأعمال، اتكلمنا تقريبًا عن كل حاجة مهمة. ودي هنا الchat أو المسدجات، الناس بتبدأ إن هي تبعت لك استفسارات مثلًا، و يبدأوا إن هم يسألوك مثلًا على project حابين إن هم يشتغلوه معاك أو حاجة زي كده. تمام، طيب أعتقد دي أهم الحاجات أو أهم الsections في موقع مستقل بشكل سريع. ده الرصيد، بالنسبة للرصيد، الرصيد الكلي معايا $0.5 هنا. تمام، القابل للسحب $0.5. العروض زي ما باقول لك تقدر إنك قيد التنفيذ، يعني دي فعليًا أنت شغال عليها، 12 دي مستبعد، عروض من الخطة يعني معاك 10، أنا معايا 10 دلوقتي أقدر إن أنا أقدّم عليهم. تمام، انتظار الموافقة يعني أنت قدّمت proposal مستني الراجل يرد عليك، مكتملة 3 يعني خلّصت فعليًا 3 مشاريع وتسلّمه. حلو كده؟ طيب رسائل الوردة 14 والصادرة اللي أنت باعتها لغيرك.
لو عجبك الفيديو لحد دلوقتي فما تنساش إنك تعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه، ولو أول مرة تشوفني فما تنساش تعمل سبسكرايب. خليني دلوقتي أقول لك على السر اللي سايبه لك من أول الفيديو، وهو إزاي تكتب بروبوزال كويس يبدأ إن هو فعلًا يتقبل. طيب خليني آخد لك مثال عملي. إحنا دلوقتي هنخش على أي project من دول، تمام؟ هاختار حاجة في البرمجة، وأختار مثلًا إيه، حاجة عليها عروض كتيرة، مثلًا دي عليها 7 عروض، تمام؟ مبرمج بلغة بايثون. ده تفصيل المشروع ودي العروض اللي محطوط عليه، تمام؟ طيب خلّيني أقول لك إنك لو بصيت على العروض دي هتاخد بالك من حاجة، إن كل الناس اللي مقدّمة بتتكلم عن نفسها في أول سطرين، ودي حاجة من أهم الأخطاء اللي أنت المفروض ما تقعش فيها، تمام؟ ليه؟ لإن أول سطرين دول هم اللي المفروض يشدّوا الclient، المفروض إنك تبدأ فعلًا تلفت انتباهه بحاجة تخلّيه يقرا ويكمّل ويعمل إن هو إيه read more، ويبدأ إن هو يشوف باقي الproposal بتاعك. فأول سطرين مهمين جدًا، مهم جدًا إنك تستغل كل حرف فيهم، تمام؟ فما تروحش في أول سطرين تعمل مثلًا زي بعض الأشخاص الموجودة هنا، وهي إنك تتكلم عن نفسك، تقول مثلًا السلام عليكم أنا عمرو، أنا خبرة 10 سنين في الweb، أنا مهاراتي كذا وكذا وكذا، تمام؟ الclient مش مهتم تمامًا في أول سطرين حتى على الأقل إن هو يقرا عن نفسك أنت أو عن الشخص ده، تمام؟ أمال هو مهتم بإيه؟ هو مهتم بالproposal بتاعه، بالعمل، بالشغل بتاعه هو، تمام؟ فالproposal يكون بيتكلم عن الشغل اللي هو منزّله، عن تفاصيل المشروع اللي هو منزّلها دي، تمام؟ فواحدة من أهم الtips سواء هنا أو على أي موقع freelancing تاني، تمام؟ لمّا نتكلم عن Upwork في الفيديو الجاي كمان هاوضّح لكم النقطة دي، إنك تعمل زي hook في الأول للproposal تشدّه بطريقة معيّنة. واحدة من الtips دي إنك تحط سؤال، لمّا بتحط سؤال فالclient بيكون عايز يرد على السؤال ده، بيكون عنده إجابة عايز يرد عليها. تاني حاجة إنك تتكلم عن الحاجات اللي هو فعليًا حاططها في تفاصيل المشروع، تمام؟ بعد كده برضه واحدة من النقط المهمة هي إنك تورّي له حاجة أنت عاملها شبه اللي هو محتاجه. مثلًا هنا محتاج حاجة بلغة بايثون، فأورّي له مشروع عندي أحطه في الproposal، أقول له والله أنا عملت كذا بلغة بايثون مشابه للي أنت عايزه ده بالضبط. حاجة زي كده بتخلّي الراجل عنده ثقة فيك إن هو يختارك، لإن أنت فعلًا عملت حاجة شبه اللي هو عايزها دي، فخلاص أنا هاختارك، تمام؟ فده أفضل بكتير جدًا من إنك تقعد تتكلم عن نفسك وعن مهاراتك، وتاخد نفس الproposal تحطه copy paste في 10 وظايف مختلفة، تمام؟ فدي نقطة مهمة جدًا خلّي بالك منها، إن شاء الله هتفرق معاك في الproposal. حاجة بقى أخيرة خالص، آخر حاجة ممكن تحطها في الproposal هي إنك تتكلم عن نفسك، يعني في الآخر خالص قُل له والله بقى أنا عمرو، أنا خبرة كذا، أنا مهاراتي كذا، اشتغلت في كذا وكذا، تمام؟ فدي بتكون آخر حاجة في الproposal. فأنا لو هاكتب proposal هنا أول سطرين والله هاقول له إنه المشروع أنا قرأت التفاصيل بتاعته كويس، واشتغلت على حاجة مشابهة ليه، ووالله العرض بتاعي هيكون كذا. ونقطة برضه مهمة إنك تحاول تزوّد له حاجة، بمعنى لو أنت لسه جديد على الwebsite فأنت ما عندكش تقييمات، فحاول تزوّد له حاجة كهدية منك ليه. حاول تزوّد له مثلًا إنك هتقلل البادجت عشان ده أول شغل ما بيننا، أو مثلًا إنك أنا باقترح إن إحنا نضيف الfeature الفلانية. feature هو أصلًا مش طالبها، حاجة هو مش طالبها، بس أنا باقترح إن إحنا نضيفها لإنها فعلًا هتحسّن من الwebsite بطريقةٍ ما. فحاجة زي كده بتخلّي الراجل يعرف إنك قريت فعلًا التفاصيل المشروع بتاعته، ومهتم فعلًا إنك تطوّر، مهتم إن هو ينجح، مش بس بتخلّص الوظيفة، مش بس مهتم بالفلوس وحاجة زي كده، تمام؟ كل دي tips مهمة جدًا، أتمنى إن هي تكون فادتك، حاول تستغلها وتكتبها في الproposal بتاعك الجاي، وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن Upwork وهو زي مستقل ولكن الموقع الأجنبي العالمي اللي عليه عدد أكبر بكتير جدًا، وعليه فلوس أكتر، وعليه شركات، خلّيني أقول لك عليه شركات فعليًا ممكن تعمل لك hire سواء part time أو full time. فمستقل، أو خلّينا نقول Upwork واحد من أهم المواقع في عالم الfreelancing، هاتكلم عنه في الفيديو الجاي بالتفصيل إن شاء الله. هاقول لكم إزاي حققت أكتر من $1000 على Upwork وبقيت top rated على الwebsite. فلو مهتم طبعًا اعمل subscribe وفعّل الnotification عشان يوصلك الفيديو أول ما ينزل بإذن الله. ولو عايز تشوف فيديو عن البورتفوليو إزاي تضبّطه، لإنه أول حاجة بتسأل عليها في الfreelancing هي الشغل بتاعك، فشوف الفيديو اللي هيظهر لك في الcard دلوقتي، ونتقابل بإذن الله في الفيديو الجاي، والسلام.